في صمت الليل، حيث لا جدران ولا قيود، يولد السؤال الأزلي: هل يمكن للإنسان أن يكون حرا بلا حدود؟ قال الفلاسفة إن الحرية المطلقة هي وهم يراودنا، حلم يتوهج في المخيلة لكنه يتكسر على صخرة الواقع. فالإنسان حين يظن أنه حر بلا قيد يكتشف أن خطواته محاطة بظلال الآخرين، بقوانين المجتمع، وبأسرار الجسد والعقل. لكن ما أروع هذا الوهم إنه الشرارة التي تدفعنا للتمرد، للاختبار، وللركض نحو الأفق البعيد. الحرية المطلقة ليس حقيقة، بل هي قصيدة تكتب بالدموع وبالإبتسامات، قصيدة تذكرنا أن كل قيد يمكن أن يكسر، وأن كل جدار يمكن أن يهدم ولو في الحلم. فلتكن الحرية المطلقة صرخة في قلبك، صرخة لا تخاف أن تسمع، صرخة تقول: أنا موجود، أنا أختار، أنا أعيش. وفي النهاية ليست الحرية المطلقة أن نفعل كل شيء، بل أن نجرؤ على أن نحلم بكل شيء، ثم نختار ما يجمعنا بشرا لا مجرد ضلال.